ما الحل لما يضيق على الشعب وتيجي انت تعمل فيها المنقذ، فطبيعي طلباتك هتبقى اوامر، خصوصا لو كنت رافع رايه الدين. اهو ده كان مبدأ القرامطة اللي سرقوا الحجر الاسود في يوم الترويه، وكمان خلصوا على الحجاج بدون اي رحمه، واستولوا كمان على الحجر لمده اكتر من 20 سنه. مين هم القرامطة؟ تعال اقول لك. حمدان بن الأشعث أو قرمط، وده كان لقبه بسبب إنه كان قصير أزعة، وده كمان سبب تسمية أتباعه بالقرامطة. ويقال كمان إن القرامطة نسبة لمذهب اتقال عليه القرمطة، وده طبعا خارج مذاهب الإسلام. القصة بدأت سنة 148 هجرية لما اختلف أهل الشيعة على الخلافة من بعد وفاة الإمام جعفر الصادق، وده طبعا كان حفيد علي بن أبي طالب. ومن هنا بقى بدأت تظهر الفرقة السبعية. الخلاف كان على مين اللي هيمسكها، أولاد ابن الإمام الكبير إسماعيل، بس ده كان توفى، ولا يمسكها ابنه الصغير موسى القاظم؟ قالوا لك لا، هو هيمسكها محمد الابن الأكبر لإسماعيل. الله، هيمسكها ازاي وهو اصلا ميت؟ قال لك انت ما تعرفش، هو محمد ده بعد وفاته دخل في حاله كده اسمها الغيبه، وهيرجع للعالم مره تانية، وهو ده المهدي المنتظر. اللهم صل على النبي. طيب هيديرها ازاي وهو ميت؟ قال لك انت ما تعرفش، ده هيختار نائبين ليه، وفضل نائب في التاني لحد ما وصلنا لسنه 260 هجريه، وكان النائب في وقتها الفارسي عبد الله بن ميمون القداح. في ناس حاولوا ينسبوا الراجل ده لمصر، زي كده ابو المعالي الفارسي في كتابه بيان الاديان، بس الكلام ده غير صحيح. المهم القداح ده بقى اول ما دخل وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بصوا يا جماعه، تفسيرات القران دي كلها غلط وانا هصححها لكم، والقران ده مش حاجه غير انه علم زياده عند سيدنا محمد. وخد بقى التقيله، ان العالم ده كله بيحكموا الهين مش اله واحد، وهما النفس والعقل. الله، انت بتقول ايه يا جدع؟ ومن ساعتها بقى بدات الهرتله وترجمه القران على الكيف. استغفر الله العظيم يا رب. المهم شوكتهم قويت وعملوا قاعده اتباع، وقال لك ما يلا بينا بقى نتوسع، فبعتوا حمدان بن الاشعث او قرمط ده للكوفه، وده كان واحد من رواد الفرقه السبعيه من جوه، بس من بره شكل راجل سني طيب. وبالمناسبه الفرقه السبعيه والاسماعيليه الاثنين شيعه، بس اختلافهم كان في الامام السابع اللي بعد وفاه الامام جعفر، فقاموا منفصلين عن الفرقه الاسماعيليه. المهم قرمط ده استغل وقتها ضعف الدوله وقال لك يلا نضرب الاقتصاد، ما الحل لما يضيق على الشعب وتيجي انت تعمل المنقذ، فطلباتك هتبقى اوامر. واخد لي بالك انت؟ وبدا قرمط يعمل اتباع سموهم القرامطه. القرامطه دول مش جماعه دينيه، دول جماعه فارسيه، هدفهم ان هم ينتقموا من العرب لانهم هم اللي اسقطوا دولتهم، وده اللي قاله ابن تيميه. ويقال كمان معظم اللي كانوا في الحركه دي ديانتهم المجوسيه، ودي ديانه فارسيه قديمه، وهتعرف دلوقتي ليه. المهم الفرقه دي ما سابوش حد غير لما ضموه لصفوفهم، سنه وشيعه بقى، وده طبعا بعد ما عملوا فتنه ما بينهم. وكمان اليهود ما سابوهمش، وبقوا يقنعوهم ان محمد بن اسماعيل ده هو المسيح المنتظر. اما الملحدين فهم ما تعبوش معاهم اصلا، لان الاتنين نفس الدماغ. ويلا كترة الاتباع ونادوا بالعداله الاجتماعيه وتوحيد طبقات المجتمع، عملوا صندوق مساهمه لجميع طبقات المجتمع عشان كل واحد يشارك فيه بجزء من دخله. ما هو لازم كل الناس تبقى سواسيه. ده كمان اقنعوهم ان هم عايشين بس علشان يصلوا، ومفيش حاجه اسمها 5 صلوات في اليوم، ده 50 صلاه في اليوم. لا ده انت ارمط فعلا. المهم بعد ما قرمط مسك زمام الامور وبقى عنده دوله موازيه اقوى من الدوله العباسيه، قال لهم بس كفايه صلاه بقى لحد هنا، احنا نخليها مرتين في اليوم بدل 50، والقبله هتبقى ناحيه بيت المقدس مش البيت الحرام. اما بقى بالنسبه للصيام هيبقى يومين بس في السنه، ويصادف اليومين اللي حددهم للصيام دول هم نفس مواعيد الاعياد عند الفرس. وهاتك بقى يا تحريف في الدين. جينا بقى من بعد سنه 280 هجريه حبوا يتوسعوا اكتر، فراحوا الشام واقليم البحرين، وده كان بيضم وقتها الكويت والاحساء والقطيف وقطر والامارات العربيه وجزء من عمان، بالاضافه لجزر اوال اللي هي البحرين حاليا. وبقى ابو سعيد الجنابي الفارسي هو قائد في البحرين، وفي الشام زكروي ابن مهروي الفارسي. وده ياكد على كلام ابن تيميه ان هي فرقه عرقيه فارسيه. وجت سنه 286 هجريه وبدات المعارك تزيد قوي بين القرامطه والدوله العباسيه، لحد ما تم قتل حسين ويحيى ابن زكروي على ايد الخليفه المكتفي بالله. زكروي يسكت، قال لك لا انا لازم انتقم بعد ما اتقتل ولادي الاثنين. راح طالع على طريق الحج بين مكه وخراسان وقتل 20,000 حاج كانوا راجعين من مكة. الخليفة المكتفي ما سكتش، طلع سنة 249 هجرية خلص على زكروي وجيشه، وابو سعيد الجنابي اتقتل ومسك مكانه ابو طاهر الجنابي. يسكت ابو طاهر؟ لا برضه، راح طالع تاني على الحجاج وأثر منهم الناس المهمة، الباقيين أخد منهم الأكل والشرب والخيول وسابهم يموتوا في الصحراء. المرة دي بقى الخليفة ما عملش حاجة غير إنه بعت جواب صلح، قال لهم بس إحنا نوقف على كده،
وليكم عندي ان انا هزودكم بالمال والسلاح. اما ابو طاهر اتنطط وساق فيها ورفض الصلح وهجم على الحجاج للمره الثالثه، وده اللي قاله ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه. سنه 317 هجريه قرر انه يطلع على الحجاج تاني، واقتحم الحرم هو وجيشه، وبقى يطير في رقاب كل الحجاج، واللي كان بيستنجد بستار الكعبه كانوا بيطلعوا يدبحوهم. وقام خالع باب الكعبه وقال: انا بالله وبالله انا يخلق الخلق وافنيهم انا. الفجر ده يلا. بعد ما قتلوا 30,000 حاج من رجال وسيدات وأطفال وعواجيز ورموا جثثهم في بير زمزم، مر رجالته بخلع الحجر الأسود عشان ياخدوه معاهم. بقى يبص للسما ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ لا، ما انت مش هتعاند مع ربنا. طبعا الحادث ده كان كارثة، لدرجة ان الفاطميين اللي بيتبعوا نفس مذهبهم هددوهم في حالة لو ما رجعش الحجر الأسود في مكانه. طبعا ما كانش فيه أي استجابة. ده كمان رجعوا هاجموا الحجاج تاني بعد سنين من الحادثة الشنيعة دي، لدرجة ان علماء المسلمين كانوا بيلغوا موسم الحج. طبعا فضلت عروض التراضي من الخلفاء وان هم يبعتوا لهم أسلحة وأموال، بس ما كانش فيه أي فايدة. فضل الحجر 22 سنة بعيد عن الكعبة لحد سنة 331 هجرية، لما ربنا بعت جند من جنوده لطاهر وهو مرض الجدري، بس برضه ما رجعش في وقتها. بس جه سنة 339 هجرية، السنة اللي قرر فيها القرامطة ان هم يرجعوا الحجر لمكة. وده اللي قاله ابن سنان اللي كان معاصر للفترة دي، ان السبب الحقيقي اللي خلى القرامطة يرجعوا الحجر تاني هو تهديد المهدي العلوي الفاطمي. بالمناسبة الحجر ما راحش مكة على طول، راح الكوفة، تم نصبه في العمود السابع لمسجد الكوفة عشان بس الناس كلها تقدر تشوفه. كتب اخو ابو طاهر رسالة بتقول: خذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله. لا يا شيخ. بس برضه فضلت الصراعات مستمرة سنة 363 هجرية، وده لما قلب عليهم المعز لدين الله ما لقاهم بيفكروا يهجموا على مصر. هو ما استناهمش اصلا ان هم ييجوا، راح طلع لهم على دمشق وقضى على الجيش هناك. كمل على باقي الكتائب حاكم العراق سنة 375 هجرية. شوية اللي اتبقوا وعاشوا في الأحساء 100 سنة بيحاولوا يقوموا نفسهم تاني، لحد ما جه السلطان السلجوقي حاكم الدولة ملك شاه، حس إن هم بدأوا يشموا نفسهم شوية، قام هاجم عليهم وخلص العالم كله من شرورهم. الكلام ده كان سنة 469 هجرية. دي كانت نهاية القرامطة واللي استمرت لمدة قرنين من الزمان، واللي بالمناسبة لا تمت للدين الإسلامي بجميع مذاهبه بأي شكل من الأشكال. وبعد فترة طويلة من الزمن بدأ التمهيد لظهور المجموعة الأسوأ منهم، وهم فرقة الحشاشين، واللي اتكلمنا عنها في فيديو سابق.